يا عمر، ده احنا بقالنا كتير ما نزلناش فيديو على القناة. الناس كده هتفتكر ان احنا هنعتزل يومها. ما تخافش، اصل احنا كنا سايبين الناس تخلص امتحانات وتشوف درجاتها، انما احنا كده هنعمل لهم فيديوهات. احنا لسه ما اعتزلناش، والنهارده هنتعلم مع مستر عمر خط. ما انا يا عم خط جميل، اتعلم منه خط ليه؟ مين قال ان خطك جميل؟ ده المستر النهارده كان قاعد بيشتم في خطك يا عم. بس خلينا نسمع مستر عمر وهو بيتكلم عن الخط، لان احنا هنتعلم اساسيات الخط، النسخ، وهنتعلم الخط بنفسنا. مش لازم ان احنا نروح ندرس خط مع المستر ونروح المدرسة كل يوم، كده كده احنا في اجازة. فهنشوف ازاي نكتب الخط بايدينا عشان لما نيجي بعد كده مصر ما يزعلناش على الخط. ماشي يا عم، انا هسمع كلامك المرة دي، بس لو انا ما اتعلمتش حاجة يقولك بعد الفيديو. طب تمام، واحنا هنشوف. لو انت ما اتعلمتش حاجة يا عم تعالالي وخد حقك، بس انت هتتعلم منه جامد. ده انا جايبهولك وانا متعلم منه خط. يعني انت بقى شايف خط الحلو اللي موجود في المدرسة انا متعلمه منه. ويلا بينا على فيديو الخط. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد وهنعرف ازاي نكتب الف وب ودال، الف وب وحاء ودال وراء. اول حاجه هنديكوا 3 امثله على الب. هتقولي بص، ما هما الف وب وت وس. لا، احنا هناخد مثال على كل حرف. عندنا يعني الحروف شبه بعضها مش هنكتب. يعني قدامنا اهو 3 امثله عشان نختبر نفسينا. قدامنا 1 و2 و3. اول قاعده، اول حاجه والت والس على السطر، معناها ان 1 غلط. طيب 3، احنا قلنا ان الب والت والس بتكون 4 نقط. تمام، يعني اهو 1 2 3 و4. انما دي كبيرة على 4 نقط، فدي هتكون بالظبط كده حوالي 6. انما دي 2، دي طبعا هتكون غلط، انما 2 هتكون 4 بالظبط. طيب دي هكون الصح. اللي اختار 2 يكتب ان هو اختار 2 تحت في الكومنتات. طيب الالف بتكون مسطرة باصة لفوق والهمزة بتاعتها، والب بالاربع نقط اللي احنا قلنا عليهم. احنا لسه هنقيس الحروف بكل حاجة؟ لا، لازم عين الفنية تكون شايفة الفرق ما بين نقطة والنقطتين والثلاث نقط. انما الحاء، بص هنعمل اكس اهو زائد الشرطة، هنحذف الجزئية دي والجزئية دي ونقسمهم كده. الجزئية اللي مش متعلم عليها دي المهمة، دي اللي احنا محتاجينها نكملها ونكون عملنا حرف الحاء. هتقول يا مستر بس ده مش شبه ده. انا بديك مثال، مش لازم يكونوا شبه بعض. طبعا ده الحاء، انما الدال بتكون اول جسم الب بس ما بنكملوش، والراء بتكون 3 امثلة. حد راسه قد جسمه، دي طبعا 1 اللي هي راس الراء، و2 اللي هي الجسم، و3 اللي هي الجزمة. في حد راسه قد جسمه؟ لا، يعني الراس ما تطولش. طب في حد جزمته قد جسمه؟ لا، يعني الجزمة ما تطولش. طب في حد جسمه بيكون صغير؟ مش قوي. وبكده نكون خلصنا. ها يا عم، فين بقى ان انت قلت لي انا مش هستفاد؟ لو ما استفدتش هقطعك ومش عارف ايه. اديك يا عم اهو استفدت، واديك اتعلمت 5 حروف جديدة مش حرف. انت بتروح تتعلم حرف وجملة، اديك انت اتعلمت اهو 5 حروف اهو يا معلم. فين بقى ان انت هتعلقني بقى لو ما فهمتش حاجة؟ ماشي، فلت انت النهاردة، بس خلينا نودع المشاهدين. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فيا ريت ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعيل زر الجرس، ويا ريت تكون استفدت من مستر عمر في الخط. النهاردة احنا خدنا ايه؟ الف والب والتاء، والف وب وحاء ودال والراء، وعرفنا ايه امثلة الب. يعني لو انت كتبت الب كده الناس هيقولوا ما هو كلهم شكلهم حلو، بس احنا بنتعلم اساسيات الخط. فبرضه ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان تشوف كل فيديوهاتنا التعليمية اول باول. ومع السلامة.